الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم نتقلب فيها الليل نهار نحمده سبحانه وتعالى، نشكره على فضله وخيره المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عدد الحجاج والعمار. أما بعد، أحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. من القرآن قصص الأنبياء، عبر وعظات، زاد في الطريق تثبت المؤمنين. ومع الأيام الماضية وما زلنا مع أيام عاشوراء هذه الأيام، اليوم أيها الأحباب أمامنا قصة موسى عليه السلام، نتناولها في زمن الرعب الذي يملأ الأجواء في العالم الإسلامي، وأمة الإسلام مستضعفة مشتتة تتناحر وتتقاتل. فرعون زماننا موجود هو نفسه في عديد المناطق في العالم، يسوم رعيته سوء العذاب، يعتقل ويعذب أبناءها، يقتل، لا أقول كل ذكر كما فعل فرعون، بل كل رجل بمعنى القرآن الكريم. ونحن في رحاب نوفمبر الخالد أيها الأحباب، الاستعمار طاغية، الاستعمار أو الاستدمار بالأحرى طاغية، هو فرعون. عانى منه الشعب الجزائري، عانى منه الآباء والأجداد، عانى من ويلاته، بل من الحاضرين معنا ربما من أبناء رجال ضحوا وواجهوا ذلك الفرعون وقدموا أنفسهم ودماءهم قربانا لله عز وجل. رجال من أجل الإسلام قضوا نحبهم، لأنه ليس كل ذكر رجل أيها الأحباب في التعبير القرآني. من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين رجال. فرعون زماننا لماذا يفعل هذا؟ التاريخ يعيد نفسه، حفاظا على سلطانه، ويذل شعبه ويقهر قومه ليدوم عرشه، وبنى نظامه على جماجم الأبرياء. فراعين كثر، طغاة نزعت الرحمة من قلوبهم، انسلخوا من مشاعرهم الإنسانية تماما كما فعل فرعون الأول. قتل الأطفال وخاصة الذكور، كما يفعل الفراعين زماننا بقتل الرجولة والشهامة. لكن الأقدار من خلال الأمواج تسوق موسى الرضيع لتضعه أمام قصر الطاغية، فيقذف في قلب امرأة فرعون محبته. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فيتربى موسى عليه السلام على فراش الطاغية، على فراش فرعون، وعلى مائدته. تمر الأيام وننطلق نحو فصل مهم في القصة، ونتجاوز العديد من الفصول. يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. مهمة شاقة، مهمة المعارضة. بماذا أبدأ أو بماذا بدأها موسى؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البداية بذكر الله عز وجل، استعن بربي. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. العمل الجماعي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عمل الدعوة إلى الله الأصل فيه هو تسبيح وهو ذكر. كلما تدعو إلى الله عز وجل بأي طريقة ترضيه فهي تسبيح وذكر. نتعلم من هذا
درسا منهجيا للدعوة والدعاة والمصلحين من موسى عليه السلام. بدأ المهمة بتجرده من حوله من خلال التسبيح والذكر، هذا هو الزاد الحقيقي. استعن بالله يا من تدعو إلى الله عز وجل. واجعل لي وزيرا من أهلي. التعاون في إطار الأخوة. لن تنجح دعوة ولن ينجح المسلمون ما داموا متفرقين جماعات. التعاون في إطار الأخوة بعيدا عن الفرقة والتناحر والاختلاف. قبل ثورة نوفمبر 1954 كانت ثورات عديدة لم تفلح في تحقيق أهدافها، لكن لما تجمع الجميع نبذوا الجهوية ونبذوا القبلية، أعلنوا الجهاد تحت لواء الله أكبر، كانت النتيجة النصر. الأخوة الإسلامية أثناء الثورة نعم جمعت أهل الجنوب بأهل الشمال، وجمعت العرب بالأمازيغ، وجمعت أهل الشرق بأهل الغرب، الكل تحت لواء جبهة التحرير الوطني. ذابت كل المسميات. هدفهم أن تكون الجزائر عربية مسلمة لا فرنسية كافرة. أمام الرأي العام وعن طريق الإعلام العميل المنافق، فرعون يحذر موسى لإقصائه وقتله بعد تشويهه، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى في الميدان. حضر السحرة المتآمرين معتمدين على عزة سيدهم. الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة خاصة لموسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. رسالة خاصة، ميساج خاص من الله عز وجل إلى موسى لا يسمعه إلا موسى عليه السلام، ضمان بتوفيق رب العالمين: لا تخف إنك أنت الأعلى يا موسى. أعلى في المنهج، الأكرم خلقا، الأعز عقيدة، إنك على صواب أيها الداعي إلى الله عز وجل فلا تذل. هي رسالة أيضا لمن تسربت إلى نفوسهم الهزيمة النفسية، إلى من تزعزعت مفاهيمهم، إلى من تخلخلت مواقفهم نحو الإسلام ونحو دعوة الله عز وجل، إلى من يعتبر الالتزام بالإسلام تخلفا ورجعية، إلى من يظن أن أي فئة قليلة تواجه فرعون ما هي إلا عملية انتحار. حينما رأوا عساكر الباطل وضخامة الضلال، فرعون كان يريد أمرا، والله سبحانه وتعالى كان يريد أمرا، لكن أمر الله غالب مهما طغى وتجبر الظالمون. من قصة موسى نتعلم أيها الأحباب أن الطغيان مهما عظم ذلك دليل على قرب الانتصار وقرب المفاجأة وقرب النصر. رأى السحرة آيات الله عز وجل ومعجزاته فسجدوا واعترفوا واقتنعوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من ظن أيها الأحباب، من ظن أيها الناس أن العقيدة تنهزم فهو واهم. من ظن أن الحق ينهزم فهو واهم. السحرة وأشباههم كان في البداية همهم المغانم، همهم الترقية، همهم الربيلات والمناصب، همهم الدنيا، فصار تطلعهم إلى مرضاة الله عز وجل بين عشية وضحاها، في لحظة إلى مرضاة الله تعالى، وتجردوا إلى الله عز وجل، والآخرة خير وأبقى. حتى في زماننا سجل واقعنا المعاصر نماذج تحتذى لأقوام كانوا أئمة ضلال في ترويج المخدرات ونهب الأموال وانحراف الأفكار، فحولهم الإيمان أئمة هدى ونماذج تقى. المخدرات التي صارت تباع وتشترى عندنا في الواد بالقناطير المقنطرة كما نسمع ونقرأ في الجرائد، هدفها خبيث، آثارها مدمرة
للعقول والأجساد والأخلاق والقيم، هي من أنواع الأسلحة التي تروج من طرف أعداء الله في بلاد المسلمين عن طريق المنافقين. نعود لموضوعنا. ولما وصل الاستكبار أيها الأحباب والطغيان والظلم غايته، اقتربت لحظات النصر. ففي اليوم 10 من شهر المحرم عاشوراء أنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون وملأه. نعم، لكل ظالم نهاية والظلم ظلمات، وهكذا حال كل طاغية في كل زمان ومكان. لما يرى الهلاك يعلن: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعترف بالرأي والرأي الآخر ويسمح بحرية التعبير. علينا أن ندرك بأن التوبة وأن العودة إلى الله حين تكون بكل قواك العقلية